ستات كده ربنا بيحبهم، تحسي البركة ماشية معاهم في وقتهم، في بيوتهم وفي رزقهم. البيت دايما فيه راحة والنفوس هادية والخير داخل من أبواب كتير. ومش لأن ظروفهم أحسن من غيرهم ولا حياتهم أسهل، لأ، عشان عندهم صفات مش أي حد يعرف يعيش بيها. الست اللي عندها حلم وبيتها مليان خير دي ست واعية، قلبها نظيف وسعيها صادق ومش بيقف. فاهمة إن البركة مش بس فلوس، البركة في راحة البال، في اللمة الحلوة، في السلام اللي مالي البيت حتى في عز التعب. والنهاردة هحكيلك عن 5 صفات لو موجودين في الست هتلاقي حياتها ماشية بتوفيق من ربنا، وبيتها عمره ما يفضى من الخير. لو الكلام ده لمس قلبك وحسيتي إنه شبهك، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان توصلك كل حاجة ترفعك وتشدك لقدام، واكتبيلي في التعليقات رأيك أو أكتر صفة حسيتيها قريبة منك. أول صفة للست اللي عندها حلم عمرها ما بتعيش وخلاص. الست اللي عندها حلم ما بتمشيش في الدنيا عشوائي. مش شرط تكون أغنى واحدة ولا أكتر واحدة فاضية ولا حتى ظروفها سهلة. غالباً شايلة مسؤوليات والدنيا حواليها سريعة ومتعبة، بس الفرق إن جواها حلم واضح، هدف محدد، ونية صافية بتسندها في كل خطوة. بتصحى كل يوم وهي عارفة هي عايشة ليه ورايحة فين. ممكن تتعب والطريق يطول ويمكن تقف وتعيط، بس عمرها ما بترجع لورا، لأنها دايما شايفة قدامها، شايفة النسخة الأقوى من نفسها اللي مستنية في آخر الطريق. إيه اللي بيميز الست اللي عندها حلم؟ أول حاجة، حلمها واضح. مش بتقول نفسي أنجح وخلاص، هي عارفة بالظبط عايزة إيه. مشروع، تطوير ذات، تعليم، تغيير في حياتها. مش مهم الحلم إيه، المهم إنه حاضر قدام عينها. تاني حاجة، بتخطط. مش سايبة الأيام تاخدها، حتى لو بخطوات بسيطة بتكتب، بترتب، وبتقسم حلمها لحاجات صغيرة تمشي عليها واحدة واحدة. تالت حاجة، بتواجه الظروف. مش مستنية الدنيا تبقى مثالية، عارفة إن الظروف صعبة بس الاستسلام أصعب. رابع حاجة، مش بتستني تشجيع. لو لقيت دعم جميل، ولو ما لقيتش بتكمل برضه. قوتها جاية من جواها، مش معلقة على حد. خامس حاجة، منضبطة قبل ما تكون متحمسة. حتى لو مش في أحسن مود بتكمل، حتى لو زهقانة بتكمل، لأنها فاهمة إن الانضباط هو اللي بيوصل، مش الحماس المؤقت. وعشان كده ربنا بيبارك لها في وقتها ومجهودها وحياتها. مش صدفة ولا حظ، دي نتيجة نية صادقة وسعي حقيقي وقلب نظيف. ربنا بيفتح لها أبواب ما كانتش في حسابها، ويهون عليها الطريق ويريح قلبها. عايزاكي تعرفي إن الست اللي عندها حلم مش بس بتوصل، دي بتلهم اللي حواليها، بتبقى قدوة من غير ما تتكلم، وبتثبت إن مفيش حلم كبير على ست قلبها قوي. ولو انتي واحدة من دول، كملي، حتى لو الطريق طويل. النهاية تستاهل، ومش أي حد يقدر يوصل لها غير اللي عندهم نفس الإصرار. تاني صفة للست اللي عندها حلم، سندها الحقيقي ربنا. في ستات كده أول ما تبصي في وشهم تحسي براحة، هدوء، سلام وثبات. مش لأن حياتهم سهلة ولا لأن الدنيا دايما ماشية على مزاجهم، لكن لأن علاقتهم بربنا هي السند الأول والأخير. الست اللي عندها حلم وعلاقتها بربنا قوية مش ماشية في الدنيا لوحدها، دي ماشية بتوفيق ربنا قبل أي مجهود. عارفة إن السعي واجب، بس السند الحقيقي من فوق. هي بتتعب، بس عمرها ما بتنهار. الناس تشوفها ثابتة وتفتكر إن عندها طاقة مش طبيعية. الحقيقة إن قوتها جاية من ركعة هادية، من دعوة طالعة من قلبها وهي في زحمة يومها، من كلمة يا رب اللي بتسبق أي خطوة تاخدها. إزاي علاقتها بربنا بتقويها وتخليها ثابتة؟ أول حاجة، بتبدأ يومها بذكر. تصحى وتقول يا رب افتح لي يومي وبارك لي فيه. الكلمة دي لوحدها بتغير إحساسها وتفتح لها أبواب ما كانتش شايفاها. ثاني حاجة،
بتسند تعبها على السجادة. لما تتلخبط، تتقل، أو تحس إنها مش قادرة، ما تشتكيش كتير، تقوم تصلي وتفضفض لربنا وترجع أقوى وصاحبة بال أطول. تالت حاجة، بتاخد بالأسباب وتسلم النتيجة، تشتغل، تتعب، تتطور، بس قلبها مطمئن، مش متعلقة بالنتيجة، متعلقة برب النتيجة. رابع حاجة، نيتها دايما صافية، بتسعى، بتساعد وبتدي، وتقول في قلبها يا رب اجعل ده لوجهك، والنية دي بتسبقها بالخير في أي مكان تروحه. خامس حاجة، بتشوف الخير حتى وسط اللخبطة، عارفة إن ربنا عمره ما بيكسر حد، وإن أي تأخير، أي وجع، أي ثقل وراه حكمة. الإيمان ده مخليها أهدى وأقوى ومتماسكة مهما الضغط زاد. طب ليه حياتها فيها بركة؟ لأن قلبها معلق بربنا، كل خطوة تبدأ ببسم الله، كل خوف يهدى بحسبي الله، وكل نجاح يتختم بالحمد لله. الست اللي عندها حلم وعلاقتها بربنا قوية، مش بس بتوصل، دي بتلهم اللي حواليها. وجودها في البيت طمأنينة، وفي الشغل بركة، وفي علاقتها رحمة. وفي الآخر قوتها مش من جسمها ولا من وقتها ولا من الناس اللي حواليها، قوتها من ربنا. وده السر الحقيقي اللي مخليها ثابتة مطمئنة واقفة على رجلها مهما الدنيا لفت بيها. تالت صفة للست اللي عندها حلم، التأجيل عندها خط أحمر. في ستات كده عايشين بمبدأ واضح، اللي في إيدي أعمله دلوقتي أعمله قبل ما يكبر ويتقل عليا. الست اللي عندها حلم مش من النوع اللي يستنى ولا تقول بكرة ولا تربط حياتها بالمزاج. هي فاهمة إن الوقت مش بيرحم، وإن كل دقيقة بتعدي لو راحت مش بترجع تاني. طب ليه التأجيل مش اختيار عندها؟ علشان جربته قبل كده، قالت بكرة مرة، فبكرة تأجل وبعده تأجل، لحد ما المسؤوليات ركبت فوق بعض والضغط زاد. ساعتها فهمت إن الراحة الحقيقية مش في التأجيل، الراحة في إنها تخلص. ملامح الست اللي عندها حلم ومش بتسوف، بتبدأ قبل ما كل حاجة تبقى مثالية، مش مستنية الظروف ولا مستنية تبقى جاهزة 100%. عارفة إن البداية هي أصعب خطوة، وأول ما تاخدها الباقي بيمشي لوحده. بتستغل الحماس وهو موجود، جالها إحساس تعمل حاجة تبدأ فوراً، عندها مهمة تخلصها وهي لسه سخنة، ما تسيبش الحاجة تبرد وتضيع منها. عندها إدارة وقت حتى لو من غير ورق وقلم، مش لازم جدول معقد، بس عقلها مترتب، ده يتعمل دلوقتي وده يستنى شوية. والتأجيل عندها ليه سبب مش عادة. بتتضايق من التراكم، الحاجات المتأجلة بتتقلها، فبتختار الخفة، تنظف، تشتغل، تخلص علشان تحس بالراحة. عارفة إن الإنجاز مش موهبة، الإنجاز عادة، عادة اتعودت عليها، فبقت حياتها أهدى وبيتها أروق ونفسها مرتاحة. والنتيجة؟ يومها أخف، دماغها أهدى، شغلها ماشي، وبيتها دايماً فيه روح. وأهم حاجة، بتحس ببركة في وقتها، لأن مفيش حاجة بتسرق العمر قد التسويف. عايزاكي تفهمي إن الست اللي عندها حلم مش خارقة ولا مختلفة عن غيرها، هي بس قررت تعيش بوعي وتمسك زمام يومها بإيدها. ولما تقول دلوقتي، حياتها تبدأ تتظبط خطوة خطوة لحد ما توصل لحلمها. رابع صفة للست اللي عندها حلم، التايمر بالنسبة لها صاحب موثوق. في ستات كده فاهمة حقيقة بسيطة بس مؤثرة جدا، الوقت لو ما مسكتيهوش بإيدك هيفلت منك. عشان كده الست اللي عندها حلم متصاحبة مع التايمر وبتعتبره أداة أساسية في يومها. تايمر للمطبخ، تايمر للترتيب، تايمر للشغل، وحتى تايمر للراحة، لأن كل حاجة ليها وقتها. ليه التايمر مهم عندها؟ لأنها عارفة إن العقل بيركز أكتر لما يكون شايف نهاية قريبة. التايمر مش مجرد عداد وقت، ده محفز ومنبه وحاجز قوي قدام التسويف. إزاي التايمر بيساعد الست اللي عندها حلم؟ بيقلل التشتت. أول ما التايمر يشتغل التركيز يعلى، مفيش موبايل، مفيش سرحان، في مهمة ووقت محدد ليها. بيهون أي مهمة. المشكلة مش في المهمة نفسها، المشكلة في إحساس إن ملهاش آخر. لكن لما تحطي 10 دقايق تايمر تلاقي نفسك خلصتي جزء كبير من غير ما تحسي. بيخليها تخلص أسرع، اللي ممكن يتعمل في ساعة ممكن يخلص في 20 دقيقة بتركيز.
سر الموضوع الإحساس اللطيف إن الوقت محسوب. بينظم اليوم، كل مهمة ليها حدود ومفيش حاجة بتسرق وقت حاجة تانية، وده بيخلي اليوم أهدى، أوضح ومن غير لخبطة. بيزود إحساس الإنجاز. صوت الجرس مش مزعج، ده إعلان إن مهمة اتقفلت، وكل إنجاز صغير بيفتح نفس أكبر. وفي البيت التايمر بيعمل فرق حقيقي. 15 دقيقة للغسيل، 10 دقايق للأرض، 5 دقايق لترتيب ركنة، 20 دقيقة لأكلة سريعة، 25 دقيقة للشغل. كل حاجة ليها وقتها، فالبيت يفضل رايق والشغل ماشي من غير إرهاق ولا ضغط. وفي الآخر الست اللي عندها حلم ومستخدمة تايمر مش مستعجلة ولا عصبية، هي بس واعية إن العمر أغلى ما نملك ولازم يتصرف فيه بحكمة. التايمر بالنسبة لها مش جهاز، ده أداة تركيز وسلاح ضد التسويف، وطريقة تخلي يومها مليان إنجاز وبركة. خامس صفة للست اللي عندها حلم ومش سايبة حياتها للصدفة. في ستات كده تحسي حياتهم ماشية بهدوء وسلاسة، بيت مترتب، شغل ماشي، دماغ رايقة، ويوم محسوب. مش علشان عندهم وقت أكتر، لكن علشان عندهم رؤية وخطة واضحة. الست اللي عندها حلم مش بتتحرك بعشوائية، دي ماشية بخطوات محسوبة، وكل حاجة في يومها ليها مكان ووقت. التنظيم عندها مش رفاهية، ده أسلوب حياة. هي فاهمة إن الفوضى بتاكل الطاقة وبتضيع الوقت، وإن تنظيم بسيط ممكن يغير شكل اليوم كله. بدل ما تصحى تايهة عندها جدول، وبدل ما تدور على حاجات ضايعة كل حاجة في مكانها، وبدل اللخبطة في خطة بتسندها وتخليها ثابتة. إزاي الست اللي عندها حلم بتنفذ خطتها؟ بتكتب كل حاجة، مهام، مواعيد، أفكار، ما بتعتمدش على ذاكرة نفتكر بعدين. الكتابة عندها أمان وضمان إن ولا حاجة تضيع. بتقسم شغلها وما تكبرش الحمل، ما تبصش للمهمة كأنها جبل، تقسمها لحاجات صغيرة، شوية ترتيب، شوية شغل، مهمة بسيطة، والإنجاز الحقيقي بيجي من التراكم. عندها نظام ثابت للبيت، كل غرفة ليها روتين، وكل أسبوع ليه أولوياته. مش المهم تقعد بالساعات، المهم الاستمرارية. بتراجع نفسها وخطتها، لو حاجة مش مناسبة تعدلها، ولو عادة محتاجة تتغير تغيرها. هي مرنة وبتكبر وتتعلم مع كل مرحلة. ما بتستناش المزاج، عندها قاعدة واضحة، اللي يتعمل في 5 دقايق يتعمل دلوقتي، وقاعدة بسيطة زي دي بتفرق جداً. والنتيجة بيت أهدى، وقت فيه بركة، دماغ خفيفة، ضغط أقل، وإحساس حلو إنها ماسكة زمام يومها بإيدها، مش اليوم هو اللي سايقها. وفي الآخر الست اللي عندها حلم مش خارقة ولا سوبرمان، هي بس واعية ومنظمة وعارفة هي رايحة فين. ولأن عندها خطة واضحة، حياتها ماشية على سكة ثابتة، وخطواتها دايماً لقدام. وفي النهاية الست اللي عندها حلم مش مختلفة عن غيرها، هي بس اختارت تعيش بوعي، تنظم وقتها وترتب أولوياتها وتسيب الفوضى وراها. كل خطوة صغيرة بتعملها النهاردة بترسم شكل حياتها بكرة، وبتضيف بركة وراحة لقلبها وبيتها. لو حسيتي إن الكلام ده شبهك أو لمسك، ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد، وسيبيلي تعليقك تحكيلي فيه رأيك أو أكتر نقطة حسيتيها قريبة منك. وجودك بيفرق معايا جداً.